ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الحبيب اللهم صل وسلم كان يأتي بعض الكلام في القرآن ولقد نعلم يضيق صدرك، وهو النبي الحبيب اللهم صل وسلم عليه. وأيوب يقول ربي أني مسني الضر. شوف أدب أيوب عليه السلام، وأنت أرحم الراحمين. شوف الآن ما الذي يضرب به المثل بعد حبيبنا في الابتلاء؟ أيوب ابتلي في كل شيء، كل مناحي حياته، في جسده، في حلاله، في أولاده، في كل شيء، لكن شوف التأدب مع رب العالمين. هذا المس البسيط. بعض الناس الآن إذا أصيب بزكام أشغل أهل بيته كلهم، ليمون جاي وليمون رايح وإجازات مرضية وأشغل العالم وأنا فيني ودائما مريض لا يا أخي، شوف التأدب. وهذا جزء أحيانا من الأوضاع النفسية البسيطة. يعني لو يعني البشر وهم بشر لديهم حالات، نحن نمرض، نحن نتعب، نحن نتألم، نحن نتأوه، هذا طبيعي، ملازم أكون في أكمل حالاتي. أحيانا ترتكب بعض الأخطاء، مو ترتكب، هذا طبع فيك، هذا أمره طبيعي. يعقوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. داود عندما والله يعني فاته الحكم المناسب في قضية يعني هذا البشر هم البشر ليسوا في أكمل حالاتهم. لذلك القضية لا أكون في أكمل حالاته الإيجابي عموما ولا الشخص القوي نفسيا، لا، بالعكس، جزء من قوتك أن تعترف بضعفك. أنت بشر، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. طبيعي أتألم، طبيعي أتوجع، طبيعي يضيق صدري من الأشياء، لكن العبرة أن تمتلك أحيانا قوة، أن تمتلك في أغلب مواقف القوة أن تنهض من جديد وأن تعود من جديد وأن تنمو من جديد. هنا الفكرة، هذه القوة النفسية. أما تكون والله لا تتأثر تماما،